راني نقرا مع لي زيلاف اللي كنت نقريهم في الجزائر تقريبا في نفس اللاج. بون مي كي تشوف تدخل لهنا الكوليج تاعهم، بمثابة أحسن من جامعات البلاد، رغم أن الكوليج اللي أنا نقرا فيه ماهوش فريمون كوليج كبير بزاف، كاين أكبر منه. كي تشوف تقارنه مع جامعة تحت دحلب، كمساحة على دحلب هي الأكبر، ولكن كإمكانيات واش يحتوي الداخل، كماتريال كأساتذة كالآخر، فرق كبير جدا جدا جدا. لأنه أصلا الأساتذة اللي قروا في جامعة يوكام، ليدام، هما نفسهم اللي قروا في الكوليج، معناها عندهم نفس الفلسفة. معناها الليسيك شو راك تقرا في الجامعة، لي موديول تدخل تقرا ما تقراش كما تحب. معناها انت مسؤول على روحك. معناها طفل من هذا لاج راه ديجا مسؤول من لاج تاع 14 15 راه يبدا مسؤول على نفسه. امكانيات ماديه كي تدخل لابوراتوار تشوف لي بي سي، تشوف لي بيرو، تشوف لي داتا، شوف كيفاه لا فاسو، كيفاه الانستالي، كيفاه لي زيكرون باش الناس قاعد تشوف، ماشي الداتا شو واحد تقرا بالصيف عليك. تقرا بالسيف عليك. وش رايك في نقولوا تا ما دامك انك درست في الجزائر في الليسي، وهم الان راك تدرس في الليسي مع لي زيتوديون كيباكوا، وش رايك في المستوى؟ هل كاين فروقات في المستوى لو نيفو انتيليكتويال بين الطلبه؟ هي شوف كي تشوف الاساتذه يهضروا تسمع بلي انه راه كاين شويه انحدار. هذا الانحدار راه كاين عالمي، معناها على جال التواصل الاجتماعي، التليفون، على معناها كاين شويه نقص ولا معناها نزول في المستوى. ولكن انا واش لاحظت انه كاين تشوف تلاميذ اللي في عمره 15 16 سنه عنده مستوى تاع كتابه تاع كلام ستركتوري في الهضره تاعو، معناها تشوفه كانسان كبير، ماشي انسان معناها عنده نضج، افكار متسلسله، ميثوديك. معناها ميم حتى كي يكتب فقره يكتب مقدمه، ختم، عرض، خاتمه. معناها تشوف هذه الاشياء. احنا تشوف للاسف كاين ناس اساتذه ما عندوش هذيك لا ميثودولوجي، ما عندوش هذاك لو سافوار تاع يوصل المعلومه ولا يتكلم ولا يبارطاجي ولا يخدم مع فريق. للاسف معناش نقولوا باللي هنا كلش مليح، كاين هنا تلاميذ عيانين وكاين وفي الجزائر كاين ناس اكفاء، ولكن بصفه عامه تشوف باللي الناس تسيبوا 15 سنه 16 سنه مقارنه مع تلميذ في الجزائر. احنا نتذكروا احنا سوتنينا. احنا اكبر هم تاعنا نهار اللي نجي تسوتني وشنو هو؟ راك خايف الخطابه قدام الناس، تسيبنا كاع هانديكابي ما نعرفوش نهضروا قدام الناس. هنا تسيبوه 14 15 سنه يهدر ديسكور مع البروف، يدير محادثه مع البروف بدون فاصون تاع انسان كبير مع انسان كبير، معناها يبادروا بالاسئله ويسقسوا. وهذه الحاجه الشابه بزاف هنايا. صحيح، يعطيك الصحة. هنا شهرين انت مليك تقرا، جوزت اختبارات ولا فروض؟ لو سيستم ثاني تاع الاختبارات الفروض مختلف بزاف. في الجزائر تقرا 3 شهور وما ديك يطيحوا عليك اون سيمانه ولا زوج كما كنا في الجامعه، 2 سمانات انت تجوز في الاختبارات، كل يوم اختبار، 10 اختبارات في سمانه، غير معقول. هنا يدير لك سيستم موديولر. كاين في الجزائر يقراوها الميديسين يقراو هكا، يقراو موديول ولا 2 موديول على فوا، بعد كي يجوزوا اكزامان يزيدوا راه الدوزيام اون سيمين يكملوا بداو ديجا موديول اخر وتستمر. هنا كاع الدراسه هكذا، الكوليج في البريمير دائما هكا بهذه الطريقه تقرا. هذه الحاجه تخليك دائما تركز على الماده، ما تقراش 9 مواد وحده ماك حكمه، ولا تحكم زوج وسبعه ما تقراهمش. هنا يخليك تركز، يقريك 2 3 مواد تقراهم مليح، وبعديك تروح 2 3 مواد اخرين. كي تكمل العام تاعك تصيب روحك قريت 9 مواد بصح قريتهم كاع مليح. هذه الحاجه صح. هذه الحاجه احنا في الجزائر رانا للاسف رانا نتبعوا هذا النظام الفرنسي، باسكو هذا السيستم فرنسي هو اللي راه مطبق في الجزائر. بصح هذا السيستم انا تبان لي راهم خلينا راجعين بزاف اللور. اخويا صافي بليزير، انا بنفسي ما كنتش عارف هذه الامور ثاني، نتعلم فيهم من عندك. اعطينا نصيحه لاي شخص اللي حاب يجي لكندا. النصيحه لاي انسان
حاب يجي لكندا في كيكو سوا في اطار الهجره ولا في اطار الدراسه ولا العمل. الحاجه الاولى بيان سور، اول الاخر لازم تكون عندك قناعه انه كي تجي لكندا تجي ليها حبها صح، مش جاي ليها على جال عندك فاميلتك ولا عندك صاحبك راح ولا عندك اذا راك جاي لكندا روح عليها ونيتك صح، حاب تجي وحاب دير حاجه فيها فائده ليك وللعائله تاعك ولا المهم دير فيها حاجه في معناها تكون عندك نيه مليحه. هذه اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي ننصحها اللغه، بيان سور اللغه اهم حاجه هنا باش تجي هنا. ما تقدرش حتى هنا في كيباك ورانا في مقاطعه اللغه الرسميه هي الفرنسيه، لكن تصيب باللي الانجليزيه هنا بارتو. ميم تخدم في سيرفيس على كليونتيل دير مليح في بالك راح يجي لك واحد هندي، راح يجي لك واحد راح يجي لك واحد اسيوي، واحد انجليزي، راح يجيك كاع الاجناس. لازم تكون تعرف تهدر انجليزيه ميم سي انجليزيه تكون ضعيفه بصح معليش معناها المهم توصل المهم المعلومة. توصل المعلومه. معناها اهميه اللغه الانجليزيه عندها اهميه كبيره بزاف. مام في العمل كون تروح تحب تروح بعيد في العمل تاعك في الكوتي بروفيسيونيل، يكون عندك شهاده هنايا مليحه وكاع تصيب عروض عمل بزاف تصيبهم يكتب لك باللي انجليزيه سي ناتو. لازم تكون عندك كتابه وقراءه، كتابه ومحادثه. معناها اللغه ثانيك حاجه انا ننصح الناس بزاف. احنا سيتو في الجزائر الانجليزيه رانا ضعاف، فرنسي شويه شويه. الحاجه الثالثه اللي نقدر ننصح بها هي كي تجو اذا واحد وفقوا ربي وجاهنا لازم يمد صوره مليحه على البلاد. الحمد لله احنا في الجزائريين هنا بصفه عامه عندنا غير لي كادر هنا، عندنا تقريبا كون نشوفوا عندنا نخبه ليليت تاعنا راهي تجي هنايا ماشي اي الحمد لله. معناها الصوره راهي مليحه شويه، ماهيش كيما في صورة الجزائريين في أوروبا ولا. الحمد لله هنا في كندا الجزائريين عندهم صورة شوية مليحة. دونك الواحد لازم كي يجي يدير في باله باللي أي حاجة حيديرها ولا أي حاجة هذه معناها حتعود بالسلبا. حاجة عينة إذا دارها حتعود سلبا على الصورة النمطية على الجزائريين بصفة عامة. سما لازم الواحد دائما يخلي صورة صحيح، يخلي صورة مليحة ويدير في باله بلي هو راه مسؤول. خاطش مثلا هنا اول واحد يتلاقى مع جزائري ولا وتكون يعاملوا معاملة سيئة راح يعرف بلي راح يخسر على جميع الجزائريين. هذيك النظرة راح تبقى الانسان راح يبقى شادها لكاع الجزائريين ما يوليش يثيق فيهم. ولا مثلا كيما احنا مثلا يجي لينا واحد من جنسية واحدة اخرى يدير لنا عفسه نكرهوهم كاع هذوك الجنس هذاك. صرات لي انا غير كيما ديجا في وين نسكن صرات لي حادثه صغيره ومع ذاك بديت انا نلوم في نفسي على هديت نظره على فوالا. كان عندنا جيران كان عندهم واحد يزيد التلفزيون في الليل يدير يعيط هذو علاه دايرين. هما ساكنين ثلاثه، هما ثلاثه من ناسيوناليتي واحده. بدينا نقولوا هذوك الناسيونال اون فان كونت بعد هما حاوزوا داك صاحبهم اللي كان يدير المشاكل دابجوا معاهم وليسونسيال مشكله حاوزوه كي جا ولات العلاقه معاهم مليحه ولينا نعرفوهم ويعرفونا والحمد لله. معناها وبدينا نقولوا احنا شوف دينا نظره انا وصحابي بدينا نقولوا شوف دينا نظره عليهم كاع وهما انسان واحد كان داير هذاك المشاكل كاع. صح كيما في البلاد يقول لك الطوماطيش وحده تخسر الكاجو. هذه هي خويا. واش رايك في اول رمضان ليك خارج الجزائر وبعيد على العائله؟ رمضان خارج. الحاجه الاولى انا جامي الحمد لله رمضان جوزت بالك جزء منه في العسكر تقريبا لا 3 سمانات في الكازيرنا وسمانه في الدار العيد جوزته في الدار. دونك ديجا كانت عندي شويه بصح كنت نلقى كلش واجد ثان. مي هذه المره في الهجره ديجا ملي جيت راح تتعلم الطيب بالسيف عليك سينو تبقى دائما تاكل برا وتخرج عليك. دونك معناها ديجا راهي كاينه ريسبونسابيلتي تاع طياب ريسبونسابل غسيل تاع معناها كاينين بزاف المسؤوليات. كوتي عائله وكاع بيان سور حتحس بالبعد وتحس بالفيد هذاك الفراغ. هذاك الفراغ لا يعوض صراحه كي تكون مع عائله حاجه وقت اخرى كاع ماشي اكيد حضور مع الوالدين ومع الاخر عندها شر مام هما يقولوا لك باللي ما اناش حاسين انا حاسين باللي راك خليت بلاستيك فارغه.
هذا صوالح يلعبوا على المشاعر شويه، مي الحمد لله الواحد راهو جاي هنايا وعنده اهداف، وتبدا تقول ما دام عندي هذاك البيت ومعليش نساكري في العائله، ان شاء الله ربي يعاود يلاقينا بهم باي صفه، كو سوا احنا نروحوا ليهم ولا هما يجوا هنا ولا المهم. امين امين يا رب العالمين. الله يرجع اي غريب لاهله ان شاء الله ويلاقيهم بالخير. كيك تهضر هكا، كيك تهضر على رمضان، احكي لنا، خاطش بزاف ناس عم بالو كي يخرج مثلا مش غير الهجرة، مثلا يكون مسؤول على نفسه ولا يروح يخرج من الدار الكبيرة كما نقول، ولا يخرج من عند العائلة تاعو اللي هو الأم والأب. عم بالو باللي راح يلقى كلش واجد. احكي اعطينا مثلا يوم تاع شخص اللي مسؤول عايش وحده، ما عندوش مرأة، عايش وحده، وش هو اللي طاش الإنسان اللي يديرهم، اللي لازم يديرهم؟ شوف انا نحكي لك بما انه خدام وكنت اوراني نقرا. شوف كي كنت معناها كافي الواحد كي ينوض الصباح ديجا، اول حاجه دير مليح في بالك باللي شومبرتك ما كاش اللي حيخملها لك هذه، صح. وتخليها هكاك. دير مليح في بالك كنت تخليها نهار هكاك، تولي دائما تخليها هكاك، ومن بعدها تولي كلش تقيسو وكلش تولي فوضى في فوضى. وصرات لي صح. امام هنا، وصرات لي صراحه، مانيش نقول لك صرنا كاع في البدايات. ايه معناها. وانا انسان منظم ديجا، انا ديجا في الجزائر كنت نخمل الفراشي، كنت شغل معناها الحمد لله كاين واحد الصوالح ماشي ما كانت نديرهم لي مام في العسكر ثاني علمنا صوالح هذا، كاين صوالح كنا ما نديروهمش قبل العسكر، ولا مول العسكر ولينا نديروهم. وانا انسان ديجا ينوض بكري ومجتهد شغل مانيش من الانسان اللي ينوض العشرة ولا الوحده ولا نوض على 5 6 تاع الصباح دائما. معناها كي تشوف لا جورني تاعك كي تبدا ديجا الصباح تبدا راه دير ما كاش حيسخن لك حليب، ما كاش اللي انت تسخن حليب روحك، انت دير الساندويتش تاعك تاع الصباح. واذا راك راح تخدم دير مليح لازم تبريباري الساندويتش تاعك اللي تديه معاك للخدمه، باسكو كون تشري برا حتلقى منك غاليه، دونك اوتوماتيكمون لازم تطيب روحك تديها معاك الجميله تاعك. سما هذه ديجا مسؤوليه، مازال ما خرجتش من الدار. كي تروح من الدار دير مليح في بالك باللي انت راك تخدم، راك تخمم محشيه، لازم ثاني تطيب باش تتعشى، لازم تقضي باش تطيب باش تتعشى. تروح هذه نهضروا غير على الماكله، بلا ما نهضروا زعما تبغي مانيش عارف، تبغي تقول نروح مانيش عارف تغسل عندك الحوايج تغسلهم انت روحك، التسياق دي فوا عندك او موان سورتو كي تكون اون كولوكاسيون، يعني عايش اون كولوكاسيون. دير مليح في بالك باللي لا ديغراداسيون تاع الدار راح تكون رابيد. صح. دونك كاين صوالح شومبرتك اوكي، مي كاين صوالح اون كومون مع اصحابك، كاين دي فوا دالتك دي فوا ماشي دالتك، وكاين معنك تغسلهم ميم سي ماشي دالتك لازم تغسل معنك. معناها كاين بزاف لي ريسبونسابيلتي، لازم الحاله تبقى نقيه، باسكو كون ما تبقاش نقيه راح يكونوا كاينين ناموس، راح يكون كاين بزاف صوالح اللي يخلوا الحاله ماهيش مليحه. دونك فوالا هذه هي. دونك زيد تفكر لي فاكتور تاعك لازم تخلصهم في الوقت. فوالا لي فاكتور، تهدر مع لاجون دومبلوا، تهدر مع لاجون مش عارف تحوس بيرمي، تهدر تعيط للناس لي زابيل، هادو كاع لازم ديرهم في خلال النهار، وهذاك النهار حيكون قصير بزاف. هنا في الحاجه الفرق ما بين هنا ولهيه سيكو في الجزائر كاين البركه في الوقت. الجزائر دير بزاف صوالح ويبقى لك الوقت، يفضل لك يبقى لك تسيب روحك رحت خدمت قريت، ومن بعد كنت نروح نقري ونعاود نولي نروح نتكسل شويه نقرا شويه روحي، ومن بعد نهبط للصاله ندير اونطرينمون ولا زوج للدراري، نعاود نطلع نصيب روحي الوقت كاين ليبر، وقادر نبريباري الخدمه تاع غدوه، ومن بعد نصيب الوقت الليبر نبدا نكونيكتي وهنايا تخدم. هذه مشكله كاع الناس يهضروا عليها. انا تباني البركه اللي تاع الوقت اللي تجيك في الجزائر، خاطش ماكش دير في هذوك لي طاش اللي ديرهم هنايا جو بونس. والله ماني عارف. احنا تسيب روحك خدمت كملت جيت غفلت هكت الليل طاح، ولا خاطش في الجزائر كاين يوميا الاذان، ممكن انه لهذا السبب انه ربي سبحانه يطيح البركه. والله ماني عارفين. خويا باسط يعطيك الصحه، جسبر كاين ناس بزاف اللي حيتعلموا من هذه الحصه هذه ان شاء الله. اعطينا كلمه اخيره قولها للمشاهدين. ان شاء الله هذا النوفو كونسيبت هذا اللي درناه، هذا القصره اللي درناها ان شاء الله يكون بادره خير، وان شاء الله نشوفوا ناس اخرين دي بروفيل اخرين وجهات نظر اخرى
ونعرفوا ونزيدوا نديكوفري ونتعلموا منهم. هذا هو لو بوت، سي لو Bien بارطاج، sûr. والواحد يستفاد من الحاجه. باسكو كاين بزاف ناس، انا كنت في الجزائر وني عارفش معناها تاع تصيب المعلومات هذو كانوا معلومات شغل من ذهب. باش سريه، سري لا للغايه. سريه، وزيد كاين تصيب تستنى غير فلوق تاع كاش واحد. كنت انا في الجزائر نستنى لي فلوق تاع الناس اللي عايشين في كندا باش كاش ما يحطوا هكا نسرق كاش انفورماسيون اللي بيها شغل نديرها في راسي. وقادر من بعد الحمد لله شغل تعلمنا من بزاف ناس كانوا هنا وبارطاجيو معنا. للاسف كانوا قلال مقارنه بالدول نوفوازان. انا نشوف المغاربه ونشوف كيف يبارطاجيو الانفورماسيون شغل كاينه بزاف، وحنايا شويه. مي الحمد لله هذا منبر من المنابر ان شاء الله يكونوا. ان شاء الله. معناها نشجع اي واحد يزيد يجي يتكلم ومعناها يبارطاجي الاكسبيريونس تاعو باش الناس تستفاد ان شاء الله. انا نشجع هذه المبادرات، وماذا بيا انا نعاون قد ما نقدر. باسكو انا كي جيت هنا الناس بزاف عاونتني والحمد لله صبنا رجال وعاونونا. وكل ما تعاون اكثر راح دير في بالك باللي ربي حيسهلك في امور اخرى. صح. هذه حاجه سير منها. نوجه تحياتي بيان سور للعائله الكريمه، انا عارف اللي حيشوفوا هذا الفيديو ان شاء الله ما يضحكوش علينا برك. امين ان شاء الله. لاصحابي الجماعه اصحابي في عفرون، في حمر العين، في الناس اللي خدمت معايا بيان سور، العائله الكريمه، وجدي وجده الله ربي يشفيهم ان شاء الله. امين، ربي يحفظهم ان شاء الله، ربي يشفيهم. اذا خاوتي كنتوا مع حصه قصرى مايك. ليبيزود تاع اليوم كنا كما شفتوا مع عبد الباسط. يعطيك الصحه خويا عبد الباسط، ويعطيكم الصحه خاوتي، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم.